السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ مبروك عواشركم الصحه والسلامه وداكشي اللي كتمناو ان شاء الله يا ربي. هنايا واحد المعسله البنات كنوجدوها هكا، كنحتاجوها في شهر رمضان. كتجي زوينه وبلا ورقه، سهله اقتصاديه، يعني واخا تكوني ما عمرك ما درتيها عاد تحضريها وعاد تصدق معاك وعاد تبقاي تعاوديها دائما. نتمنىكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش البنات لي لايك الله يسهل عليكم، البارطاج باش كتعم فائده على الجميع، والاشتراك باش كيوصلكم كل جديد. وندوزو للطريقه والمقادير على بركه الله. هنايا عندي في قصعه ناخذ 400 غرام ديال فورس يكون يعني النوع الممتاز المزيان اللي كديروا به الحلوى. انا غربل تما داك فورس صافي. هنايا عندي هنايا كاس الا ربع ما بين ما زهر والماء، دفيتهم واحد شويه. فانيا البنات تصورت دغيا وتقطعت من مخنيشه ديال الفاني وشويه ديال الملحه ومعلقه ديال السكر مع عمرش، وكاس ديال المارغرين اللي ذوبتها مزيان حتى تبدل اللون ديالها وبردت واحد شويه، يعني ما ديروهاش سخونه. كاس ديال المارغرين ديال العنبه صافي. وغنبسبس تما كلشي هنايا حتى كتلبس لي ديك الزبده ديك الطحين بالزبده. وعاد كنزيد داك الكاس ديال المزهر والماء، يعني كاس الا ربع ما زدتش عليه، تدفيه غير واحد شويه على حسب الجو. كان الصاد ما تدفيوهش، خدموا به بحال هكاك صافي. كنجمع بداك الزهر والماء. راه كتجي هي هذيك البنات على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا، ولكن انا كاس الا ربع راه جاني هو هذاك صافي. هنايا كنجمع في ديك العجينه وعندلكها واحد شويه، هي راه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه، راه تفدلك ما كندلكوهاش بزاف. انا هاد العمليه درتها في الصباح وكملتها في العشيه. نتوما عجنوا بالليل وفي الصباح خدموها بحال اللي كندير انا ساعه ساعه. ضروري خصها ترتاح واحد شويه صافي. كنعجنها هنايا بحال هكا. كملت على داك الكاس اللي باقي ليا تما، راه كتجي هي هذيك. انا كاس الا ربع جاني هو هذاك، وانتم كيبقى على حسب يعني الدقيق واش كيشرب ولا لا. اختاروا النوع الممتاز صافي. هنايا من بعد ما دلكتها بحال هكا، ما كتكونش يعني مدلوكه بزاف، ما كتكونش قاصحه. جبت هنايا موس وغنقطع هكا كويرات اللي هما صغارين بحال المشماشات ستيتوينه يعني صغارين صافي. وكنكورهم بيدي وكنديرهم هنايا هكا في بلاطو ونغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم. هنايا في طاوه جبت نص كيلو ديال كاوكاو او فول سوداني 500 غرام، وغنديرو كنحمرو واحد شويه غير واحد شويه ونرجع باش نحيد له القشره ديالو. بغيتو ديروا هذاك اللي ما عندوش القشره وكديروا له واحد المعلقه ديال الزيت وكتحمروه، بغيتو ديروا هذا اللي بغيتو صافي. هنايا من بعد ما حيدت له القشره ديالو ماشي كلشي، واخا تبقى فيه القشره ماشي مشكل. جبت الهاشوار وغنطحن هنايا واحد هكا واحد جوج طحنات وغنخليهم مهرمشين. وكنزيد كاس ديال العنبه ديال السكر. والحلاوه كتبقى حسب الذوق، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، يعني شوفوا نتوما الا كتعجبكم كثروا او نقصوا اللي بغيتو. بالنسبه لي انا هذاك الكاس ديال العنبه جا هو هذا، حيت باقي غنديروا لها العسل من الفوق صافي. هنا هذا راه كاس ديال العنبه، يعني كيوزن هكا 120 غرام، راه نتوما عارفين الوزن ديال الكاس ديال العنبه صافي. هنايا نطحن عاوتاني واحد طحنه خفيفه وكنحبس، غنخليه مهرمش رقيق، ما رقيق ما غليظ يعني موسط. غنديرو تما في داك البول وغنزيد عليه القرفه وما زهر، ما غنزيد عليه لا مسكه حره لا زبده لا حتى شي حاجه. يعني الزبده راه حنا درناها وباقي غنزيدوها بلا ما نزيدوها باش ما تجيناش ميدمه بزاف. غندير معلقه صغيره ونص ديال القرفه. اللي بغى يزيد فاني يزيد فاني، انا درتو في العجينه وما بغيتش نديروه ثاني في كاوكاو، انا درت القرفه. بغيتو تزيدوا فاني حتى هو زيدوه ماشي مشكل، اللي كيعجبو النكهه فاني صافي. ديك معلقه ونص ديال القرفه صغيره البنات ماشي معلقه كبيره. وغنزيد تما يعني نص كاس ديال المزهر، ماشي نص كاس كامل ولكن على عين صافي. وغنحرك مزيان بديك المعلقه وغنغطيه عاود بلاستيك غذائي ونخليه حتى كيشرب ليا ديك المزهر مزيان. كتجي فيها البنات واحد الطيبه كتجي زوينه. هنايا من بعد ما ارتاحت العجينه وهذا
انا جبت هنايا مايزينا نشا الذره، وكنكثر هنايا نتو كتشوفوا البنات، وغنطلق واخا تكون يعني واخا تكون عوجه ولا هذا ماشي مشكل انها تقاد من بعد تقاد. صافي هنايا راه كنطلق وكنلوح كيما قلت لكم معسله ساهله هكا لرمضان توجدوها بلا ورقه بالعجينه. تقدروا البنات هاد العجينه هذه تخدموها يعني بكميه كثيره وتقطعوها كرات وديروها يعني في بلاستيكه خاصه بالمجمد، وديروها في المجمد فوق ما بغيتو هكا شي معسله كتجبدوها وكتخدموها. صافي هنايا كنطلق وكنلوح كنطلق وكنلوح، الطبله راه عمرات هنايا بمايزينا. صافي هنايا غنجيب هنايا تقريبا 7 ديال الكرات هكا نقادهم فوق بعضياتهم، وغيبقاو 8 فوق بعضياتهم، يعني 8 على 7، وكنخليها ترتاح واحد شويه وكنطلقها. كتجي البنات كتجي مورقه. صافي هنايا كنحاول نطلقها واحد شويه ونخليها ترتاح واحد شويه ونكملها. هنا ما كنكترش مايزينا يعني غير شويه. قديت عاوتاني دوك 8 وكنطلقهم واحد شويه ونحطهم هنايا. من بعد ما طلقت دوك 7 بحال هكا درت واحد رشه خفيفه د مايزينا، وغنجيب اللاطه اللي غنخدم فيها. نتوما ديروا اي لاطه تكون مدوره، يعني اي لاطه عندكم تقدروا تخدموا بها. صافي من بعد ما قاديت ديك العجينه تما جبت هنايا داك الكاوكاو وكنقادو، ماشي كنضغط عليه يعني باش ما يتعجنش، هكا غير هكا من الفوق كتقادو جناب، تقادوه في الوسط باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، يعني كيجيو فحال قد. صافي هنايا جبت ديك الكره اللي ورقت حتى هي، هادو هنا 8 د الكرات البنات. عاود هنا ماشي كنضغط بزاف، غير واحد شويه ملي كنقاد هكا كنقاد لها هكا الجناب ديالها وهذا. صافي كنقاد هنايا مزيان وكنجيب موس اللي هو ماضي وكنقطع على هذوك الحواف. راها ساهله البنات وزوينه، ما كتبقاش يحمق عليها الكبير والصغير، بحال اللي محضره بالورقه او حسن. شوفوا يدي وكلشي رجع مايزينا. صافي هنايا كنقاد فيها عاود مني قطعت لها هكا جناب، وغنقطع انايا هنا مربعات. نتوما بغيتو تقطعوها معينه تقطعوها، المهم قطعوا بالشكل اللي يعجبكم نتوما. كنعلم هنايا وعاد غنقطع الموس يكون ماضي، نقطع على الطول عاود نقلب لاطه ونقطع على العرض. صافي وفي الاخر كنزين بالحبات ديال اللوز. ما بقاش ليا انا كاوكاو ونسيتو صراحه ما خليتش منه، وما الا نتوما خليو غير كاوكاو وديروا، انا كنديرها غير بكاوكاو من الفوق كنخليها هكا حبات، ما عندكمش بلا ما ديروا خليوه بحال هكا غير باش كيجي منيضر وصافي. صافي هنايا من بعد ما قطعتها كامله نجيب دوك الحبات ديال اللوز كانوا عندي. هنايا كنجيب واحد الكاس ديال الزبده وكنخويه من الفوق كامل بحال هكا باش كتجينا يعني هكا مقرمشه، كتجينا مذهبه. ضروري البنات الزبده مارغرين، باش قلت لكم يعني بلا ما تزيدوا الزبده في كاوكاو يعني عاد ديروها من الفوق. صافي وكندخلها للفران كطيب. راه دغيا كطيب البنات. انا مسخنه الفران نطيبها في الفران ديال الضو. نتوما الا عندك انا الفران ديال الضو نخليه من الفوق ولتحت، نتوما الا عندكم ديال الغاز يعني عاد شعلوا غير لتحت، ديروها طيب من الفوق تا طيب يعني هكا من الفوق، عاد هبطوا عاوتاني لتحت تحمر بحال طريقه الخبز. راها سهله البنات دغيا كطيب. انا تقريبا خدات ليا ساعه المكانه ما كاملاش، ما بين الفوق والتحت واحد 160 حتى 170 درجه، حيت انا مسخنه الفران. هنايا من بعد ما طابت البنات راه نتوما شوفوا كيفاش كتجي مذهبه ومقرمشه، كتجي غزاله. كنجيب هنايا العسل اللي سبق لي حضرت معكم، واحد القريعه صغيره ولكن غنخلي فيها واحد شويه. كنخوي ديك العسل تقريبا تما وكنديرها في الفران اللي هو سخون، طفيت عليه غير كي هكا كيذوب عليها هذاك العسل وهذا وصافي وكنخرجها.
هنايا رانا قطعتها، خليتها بردت واحد شويه وقطعتها. تقطع ليا داك المقطع الصراحه، كنت كنصورو ولكن ما تصورش. المهم راه الطريقه راه باينه وسهله وواضحه. نتمنىكم تدخلوا الفيديو كاملين بكم وتبارطاجيو لي لايك البنات. اللي جربت هاد بقلاوه ترد عليا في كومونتيرات. بارطاج باش كتعمل فائده على الجميع. الاشتراك، راه شحال هادي ما حطيت شي فيديو، غير سمحوا لي. كيما قلت لكم كنت عيانه والظروف، ومهم هادشي اللي كاين. نتمنىكم تفرجوا. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.